إسلامنا هو الذي جعل علي بن أبي طالب لا يستطيع أن يأخذ حقه من يهودي لأنه لا بينة معه. يهودي سرق درع أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب. أمير يعني رئيس العالم الإسلامي، الدول الإسلامية كلها. إنما القضية ليست في الرئيس، في الحقوق. عندنا حقوق النصارى فوق ما يتخيلون. إسلامنا أمرنا مع النصارى بما لا يتخيلون وما لا يحلمون. أمرنا ربنا بالبر والقسط، والبر كلمة جامعة لكل خير، والقسط يعني العدل. احترام المرأة في هذا الموضوع، أنك لا تجالس امرأة. عفاف المرأة أعظم احترام له. عفاف المرأة أعظم احترام له. لا وجود لملة سماوية ولا أرضية أكرمت المرأة مثل الإسلام. يعني أي امرأة غير محجبة هي امرأة غير يا أخي عفيفة. الفاضل لا، العفة وضع والحجاب وضع. لا، أي امرأة غير محجبة هي امرأة غير عفيفة، مخالفة أمر الله وعاصية لأمره، متبرجة عاصية أمر الله. إن لم تتب تكون من أهل النار. وعندي الدليل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم. أي امرأة لا تلبس الحجاب هي عاصية ومخالفة لأمر الله عز وجل. ننصحها باللين أن تتوب إلى الله وأن تعود إلى أمر الله عز وجل، فإن لم تتب وماتت على ذلك تكون من أهل النار. طيب، إذا امرأة يعني طبقت كل قوانين الشرع عليها من اللباس والتصرف وما إلى هنالك، هل تقبل بها رئيسة للجمهورية؟ لا. لماذا؟ بقول النبي صلى الله عليه وسلم: خاب قوم ولوا أمرهم امرأة. نهى النبي عن ذلك. عندنا نصوص شرعية. طيب، إذا امرأة يعني طبقت كل قوانين الشرع عليها من اللباس والتصرف وما إلى هنالك، هل تقبل بها رئيسة للجمهورية؟ لا. لماذا؟ بقول النبي صلى الله عليه وسلم: خاب قوم ولوا أمرهم امرأة. نهى النبي عن ذلك. عندنا نصوص شرعية. ولا أقبل أن يكون نصرانيا رئيس للإسلام. لماذا؟ لأن إسلامنا نهى عن ذلك، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. لا يجوز، ولا وجود لهذا في أي دولة. لا وجود لأقلية يخرج منها حاكم يحكم الأكثرية، بل كل دساتير العالم إلا القلة القليلة تشترط في دساتيرها أن يكون الرئيس نصرانيا من الملة الغالبة على البلد. واقرأ دساتير العالم. هل يأتي يوم ترى في إنجلترا رئيسا مسلما؟ لن يكون. أمريكا لن يكون. يقال أن أوباما من أصول إسلامية. هو ما ملته؟ نصراني. هل تقبل إسرائيل أن يكون لها قائد مسلم؟ إجابة لا. إنما القضية ليست في الرئيس، في الحقوق. عندنا حقوق النصارى فوق ما يتخيلون. إسلامنا أمرنا مع النصارى بما لا يتخيلون وما لا يحلمون. أمرنا ربنا بالبر والقسط، والبر كلمة جامعة لكل خير، والقسط يعني العدل. لو أنني وقفت مع نصراني أمام القضاء تحت مظلة الإسلام، إن كان صاحب حق سيأخذ، وإن كنت ظالما سأعاقب. هذا إسلامنا. إسلامنا هو الذي جعل علي بن أبي طالب لا يستطيع أن يأخذ حقه من يهودي لأنه لا بينة معه. يهودي سرق درع أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب. أمير يعني رئيس العالم الإسلامي، الدول الإسلامية كلها. يعني هل حضرتك بتطالب بتطبيق الجزية على المسيحيين في مصر؟ أطالب بتطبيق شرع الله عز وجل. الجزية، أنا أسأل عن الجزية، هل تطالب؟ لو علم النصارى معنى الجزية لطالبوا بتطبيقه. ما هو معنى الجزية؟ شرع الله كلية. لو طبق شرع الله عز وجل لكان أسعد الناس النصارى. وأعطيك مثال. مثل الجزية. الجزية عبارة عن مبلغ 2 دينار أو دينار أو 3 دينار حسب ما يتراءى الحاكم بنصوص يعود إلى أهل العلم فيها ويحدده. مبلغ يؤخذ من المقتدر، من الثري، من صاحب المال كل عام، ومعلوش زكاة. أسألك سؤال بقى. الأستاذ نجيب ساويرس عنده مليارات، عارف الدولة ما تاخدش منه زكاة؟ وتاخد من المسلم زكاة المليارات 2.5%، يعني مئات الملايين. الأستاذ نجيب ساويرس ولكن بتاخد ضرائب. الضرائب على الاثنين. يعني الدولة لا تجمع الزكاة، الدولة تجمع الضرائب. هذا في إسلامنا واجب. في إسلامنا الذي نبحث. أنت بتقول شريعة، أنا بكلمك عن الشريعة. سنطبق الزكاة فرضا على المسلمين، ولن نأخذ زكاة من النصارى، بل سنأخذ الجزية 2 جنيه فقط في العام.
هتلاقي ان اللي معاه فلوس من النصارى دفع 2 جنيه مبلغ لا يتخطى 3-4 آلاف في السنه، يعني 300-400 جنيه في الشهر، بينما المسلم دفع الملايين المملينه. ثم انه تكون الجزيه مقابل الحمايه. لو دخل النصراني الجيش ما عليهوش جزيه، زيه زي انا بحميه، انا اخش الجيش وابذل نفسي من اجله. طب خليه يدخل الجيش، خلاص انتهى، ما عليهوش جزيه. انت مع تطبيقها او لا؟ تطبيق ايه؟ الجزيه. هذه رفاهيه فكريه عاليه. نحن مع شرع الله عز وجل. النصارى لو رأوا الإسلام الحقيقي منا هم الذين سيبحثون عن تطبيق شرع الله عز وجل. إسلامنا لا يتوقف على الجزية، والجزية لا تمثل 1 في الألف من تعاليم الإسلام في باب المال، لا تمثل 1 في الألف. احنا هنا نجتزئ النصوص أنت ونبحث. مع تطبيقها أو لا؟ الشرع